المشكله الكبيره يا كابتن اللي انا بنصح بها النادي الاهلي، والله العظيم والله العظيم وحياه لا اله الا الله الكلام ده حصل، وانا بقول لكم ايه كويس قوي من ناس قريبه من كهربا وامام عاشور. كهربا واخد امام عاشور في الرجلين في حته مش كويسه، بتبطل لعيب الكوره، هتبطل لعيب الكوره. امام عاشور هيبطل، راح في حته مش كويسه بتاعت ما ينفعش لعيب الكوره يخشها. امام عاشور بيسمع كلام كهربا من الف للياء وهو السبب. طب امام عاشور مرتبط وعنده زوجه ويعني ان شاء الله باذن الله في قريب. ما كابتن ربنا يفيك باش اصحاب، ربنا يفيك يعني. طيب ما هو يعني بيسيب زوجته ويروح ولا بياخد زوجته معاه برضه؟ يا كابتن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا جماعه الفيديو اللي احنا شفناه ده هو ده مش خطف الاعراض؟ يعني ده خطف الاعراض ولا انا بيتهيألي؟ انا كنت بقلب في النت كده ولقيت ده قدامي، انا ما اعرفش نزل امتى اصلا، بس لقيته. هو ركزته فيه، هو مش ده خطف الاعراض؟ هو لما يقول كهربا واخد امام لحته مش كويسه بتضيع اي لاعب كوره، وبعدين يرد عليه مجدي عبد الغني يقول له ما هو اصل امام ما هو متجوز وعنده مراته. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ فين المجلس الاعلى للاعلام؟ المجلس الاعلى للاعلام فين؟ مين يحاسب الناس دي؟ الناس بتطلع على الشاشه بتصفي حساباتها يا جماعه، ده مش اعلام. انتوا بتعملوا ضغينه بين الجماهير، ده مش اعلام. مجدي عبد الغني عنده مشاكل مع الاهلي بيطلع يصفي حساباته، اسامه حسن عنده مشاكل مع الاهلي طلع يصفي حساباته. ده مش اعلام اللي بيتقدم، ده شفاله وقله ادب. الناس دي مين يحاسبها؟ انت عندك مشاكل تحترم نفسك وانت بتتكلم في العامه قدام الناس، يبقى في احترام. لكن الكلام بالطريقه دي والكلام على البيوت ونساء وزوجات اللاعبين دي قله ادب، ولازم يبقى في وقفه وفي حساب. انا ما اعرفش الفيديو ده عدى ازاي، الفيديو ده عدى ازاي كده. لو هي هتمشي كده الموضوع مش هيبقى كويس. تعالوا نشوف نموذج تاني، رغم ان انا اهلاوي. شوفوا الرقي بتاع حوار زيزو مع ابراهيم فايق. بغض النظر بقى هو حتى لو قال كلام مجامله للاهلي ومع بعض الناس مش مقتنعه باللي هو قاله، لكن يكفي انه ما حاولش يعمل الفتنه. في ناس تانية قعدت على الكرسي ده قدام ابراهيم فايق وبيقولوا تصريحات تدغدغ مشاعر الجماهير ولعبوا بيها. انا عايز في الاعلام نوعيه زيزو، عايز في الاعلام النوعيه المحترمه المتربيه المؤدبه، النوعيه دي، النوعيه تخليك تطلع يعني حاسس ان انت شفت حلقه. انما وصل الحال بقنوات تحت بير السلم بقى يقعدوا يقولوا زوجات اللاعبين ده متجوز وده ايه. انا عايز افهم يا جماعه الفيديو ده ايه؟ يعني انا فهمت صح ولا انا مأفور؟ يعني بالله عليكم انا عايز افهم انا فهمت صح ولا انا مأفور؟ لو انا فهمت صح قولوا لي انت صح ونشوف الاجراء ايه اللي اتاخد. مع ان عدى ازاي ده؟ عدى ازاي ده عدى ازاي؟ ده خطف الاعراض وشب وقذف وكل حاجه في وقت واحد. يعني مش عارف الوسط ده هيروح على فين للاسف. يعني ما هي المنظومه بايظه والاعلام بايظ، كله بايظ. عايز اتنقل بقى لنقطه ثانيه، قصه دعم الزمالك لبيراميدز. حبوا نفسكم على راي الكابتن شميل عثمان لما كان بيقول للحكام حب نفسك، حب ناديك، حب نفسك، فكر ازاي تنجح، ازاي تبقى كويس اكتر من كرهك للاهلي. عشان بس تبقى الامور واضحه. انت كل هدفك الاهلي ما ياخدش، بيراميدز يكسب. يا باشا بيراميدز خد مكانك، يا حبيبي بيراميدز خد مكانك. انا احيانا بيجيني احساس يا جماعه ان بعض الجماهير الزمالكاويه، لان انا عندي اصدقاء زملكاويه كتير اعرفهم ومحترمين بصراحه، سويين طبيعيين يعني، لكن البعض انا بدات اشعر ان هم مش بيشجعوا الزمالك عشان يكسب وياخد بطولات، لا هم بيشجعوا الزمالك عشان الاهلي يتغلب. يعني هم كل هدفهم وفرحتهم ان الاهلي يتغلب مش الزمالك يكسب. برضو ده اللي عمله اشباه الاعلاميين اللي احنا بنشوفهم دول، اشباه الاعلاميين. الكابتن امبارح مدحت شلبي عمل حادثه، دخلت تعليقات شماته غريبه الشكل. يا جماعه الف سلامه على الراجل وربنا يعافيه وما وصلناش للمرحله دي. ايا كان انت مختلف معاه بقى مش مختلف
ده انسان عمل حادثه في المستشفى، ان كلمه طيبه نقولها ربنا يعافيه ونسكت. بصوا الاعلاميين وصلونا لايه؟ زي مجدي عبد الغني واسامه حسن والدرديري واحمد الخضري. ما ده ما بيقدموش اعلام، ده بيقدموا فتنه. الاعلام تطلع تقول لي معلومه، الاعلام تطلع تديني معلومه انا استفيد بيها، مش نطلع نلقح على بعض. اللي يلقح ده الجمهور يلقح مع بعضيه ده، لكن اعلامي وطالع على الهوا وبنلقح على بعض ده مش اعلام. يعني ده مش اعلام يا جماعه. يعني لازم وقفه، لازم وقفه، لان ممكن يعني الجيل اللي طالع شباب صغير ممكن الامور توصل لحاجه يعني لا تحمد عقباها يعني. وربنا يعني اقول ايه بس، يعني ربنا يصلح الاحوال ويهدي النفوس. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.